طب ايه رأيك لو انا جبت لك موبايل بيقدم لك كل حاجة انت عايزها؟ يعني لو انت بتدور على سماعات ستيريو موجود، بتدور على معالج لتجربة الالعاب وبيعادل نفس المعالج الموجود في السامسونج 34 موجود، سوفت وير مستقر ويعتمد عليه موجود، ذاكرة تخزينية كبيرة 256 جيجا مع 8 جيجا بايت رام برضه موجود، بيقدم لك كاميرا اساسية كويسة جدا وادائها ممتاز ولكن ما فيهوش كاميرا الترا وايد انجل، ولو انت شخص ما بتحبش الموضوع ده او شخص ما بتحطش الموضوع ده في دماغك فمش هيكون فارق معاك قوي، بس الاهم انك معاك شاشة كيرف اموليد ممتازه، شاشه بتوصل سطوعها لارقام كويسه جدا وتقدر تشوفها تحت اشعه الشمس بدون اي مشاكل، وكمان بالتصميم الجديد، وكمان معاك شاحن صاروخ 67 واط موجود في العلبه، وبطاريه ممتازه 5000 ملي امبير، كل ده والموبايل ده موجود في بدايه الفئه المتوسطه. قبل ما اقول لك اي حاجه اكيد ما تنساش لايكك سبسكرايبك وتفعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه امك ريفيوز، وانا جاي لك من الاخر في الفيديو ده اقول لك على 6 حاجات بتخلي الريلمي 11 برو العادي هو اقوى صفقه ممكن تجيبها اساسا في الفئه المتوسطه او بدايه الفئه المتوسطه. وركز معايا واسمع لان فعلا الموبايل ده فيه الحاجات الاساسيه اللي انت محتاجها في موبايل فئه متوسطه. وخلينا نبدا اول حاجه بنقطه التصميم. لو انت شخص بتدور على الفخامه وعايز تحس انك دافع مبلغ واخد قصاده تصميم، فانت بتاخد تصميم ممتاز من الجلد، نفس تصميم الريلمي 11 برو بلس الممتاز اللي هو من وجهه نظري اصلا اشيك موبايل ممكن تشوفه اصلا في الفئه المتوسطه. نقطه التصميم بصراحه امتياز ولا كلمه، هو بالظبط ريلمي 11 برو بلس هنا بتاخده في الريلمي 11 برو بسعر 12500 جنيه، وهسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن، بس ركز معايا للاخر. ادي اول نقطه التصميم. اما بالنسبه لتاني حاجه تخليك تروح للموبايل ده الشاشه. الموبايل ده بيقدم نفس الشاشه الموجوده في الريلمي 11 برو بلس الممتازه، اولد 120 هرتز فول اتش دي بلس كيرفن بحواف قليله جدا وهول بنش صغير، وكمان الشاشه دي بتوصل معاك ل 950 نتس في الاضاءه فتقدر تشوفها تحت اشعه الشمس عادي بدون اي مشاكل، وكمان الشاشه دي بتدعم الاتش دي ار 10 بلس ودي حاجه تعتبر كويسه جدا. فبالنسبه للتصميم والشاشه امتياز، مفيش ولا كلمه اقدر اقولها على الموبايل ده. نيجي بقى لتالت حاجه تقربك اكتر من الموبايل ده وتخليك تشتريه، الاداء. عايز اقول لك ان الموبايل ده بيجي بنفس اداء او بنفس المعالج الموجود في ريلمي 11 برو بلس اللي اغلى منه بحوالي 4000 جنيه، لان ريلمي 11 برو بلس عامل 16500 اما ريلمي 11 برو عامل 12500 12600، ففي فرق ما بينهم 4000 جنيه. نفس المعالج الدايمنستي 7050، نفس حجم الذاكره التخزينيه ال 256 جيجا، ولكن بدل انك بتاخد 12 جيجا بايت رام مع الريلمي 11 برو بلس هنا انت بتاخد 8 جيجا بايت رام مع الريلمي 11 برو. هل بتفرق؟ هل الموضوع هيبقى كبير؟ لا اطلاقا، الموبايل شغال صاروخ طلقه لان سوفت وير ريلمي مستقر وما بيستهلكش اصلا من حجم الرام والذاكره التخزينيه كتير، فالموبايل شغال معاك بكفاءه، وكمان السوفت وير ما بيضغطش على المعالج بشكل كبير، ف 8 جيجا بايت رام رايي كافيين جدا لاستخدامك مع حاجه زي واجهه الريلمي يو اي، واجهه ممتازه. والموبايل بالمناسبه واصل كمان لاحدث نسخه اندرويد 13، فما تشيلش هم تماما، ومعاك كمان نسخه كمان او نسختين في المستقبل، فده حاجه تعتبر كويسه. تجربه العاب فهو نفس بالظبط الدايمنستي 1080، نفس قوته 7050، هو بالظبط الدايمنستي 1080، نفس تجربه الالعاب الممتازه اللي يعتمد عليها، يعني اكنك بالظبط رايح جايب السامسونج 34 بس مع شكل اشيك بمراحل. اما بالنسبه للرابع نقطه تعتبر كويسه في الموبايل ده السماعات الاستيريو. الموبايل ده لسه محافظ على السماعات الاستيريو الموجوده في النسخه الاكبر منه البرو بلس، فانت لو جيمر معاك التجربه كامله، معالج كويس للالعاب 5G ومعاك السماعات الاستيريو اللي تقدر تلعبك بدون اي مشاكل. ممكن الحاجه اللي تعيقك ان الموبايل ده لا يدعم مدخل 3.5 مللي، وده حل اي موبايل في الفئه المتوسطه بعيدا عن سلسله البوكو من شاومي، دي اللي بتدي لك مدخل 3.5 مللي بس في مقابلها سوفت وير لا يعتمد عليه. اما بالنسبه لخامس نقطه في الموبايل ده رهيبه وممتازه، البطاريه ال 5000 ملي امبير والشاحن الصاروخ ال 67 واط اللي يعتبر سرعته كويسه جدا، اعلى من السامسونج 34، وبيضاهي حاجه او بينافس حاجه زي البوكو اكس 5 برو اللي موجود ارخص منه بحوالي 800 جنيه، فدي حاجه برضو ممتازه في الموبايل ده انه محافظ على سرعه شحن ممتازه، والشحن كمان في العلبه واكسسوارات الموبايل معاك في العلبه بدون اي مشاكل. اما بالنسبه لاخر نقطه قويه تقربك من الموبايل ده تجربه الشبكات وتجربه الكاميرا الاساسيه الخلفيه والكاميرا الاماميه. الموبايل ده للاسف ما بيقدمش كاميرا الترا وايد انجل وده العيب القوي القاتل اللي فيه، ولكن تجربه كاميرا اساسيه 100 ميجا بكسل ممتازه،
مع تصوير فيديوهات 4K، ولكن للاسف الكاميرا بتدعم المثبت البصري اللي هو IS في تجربه الصور، لكن تجربه الفيديو ما فيهاش مثبت. دي الحاجه اللي مش حلوه في الموبايل. ولكن تجربه صور هتاخد تجربه ممتازه قريبه بنسبه كبيره من الريلمي 11 برو بلس، هي بس الكاميرا الالترا وايد اللي مش موجوده، وكاميرا اماميه تعتبر ادائها ممتاز ومعاك نفس اداء الشبكات القوي بتاع مجموعه الBBK. فانت معاك موبايل من الاخر بيقدم لك احلى تصميم، شاشه من الاخر في الفئه السعريه دي هي اقوى شاشه موجوده. عندك كمان هنا اداء ممتاز، هو من افضل الاداءات الموجوده في الفئه السعريه دي. قوه شبكات مش هتلاقي زيها، حجم ذاكره تخزينيه كبير مع حجم رام يعتبر ممتاز، ومعاك سوفت وير مستقر ويعتمد عليه، والاهم انك معاك شاحن سريع موجود في العلبه بدون اي مشاكل. فدول من وجهه نظري 6 اسباب قويين جدا يخلوك تروح دلوقتي حالا تشتري ريلمي 11 برو. ومن وجهه نظري شايف ان ده اقوى صفقه ريلمي عملتها لحد دلوقتي في سنه 2023، وشايف كمان ان الموبايل ده صفقه افضل من اقوى موبايل من الريلمي اللي هو الريلمي 11 برو بلس. الموبايل ده افضل منه كصفقه، وانا من وجهه نظري شايف ان ده هيكون ان شاء الله هو الموبايل الرئيسي بالنسبه لي، لانه بيقدم اقوى قيمه في السوق المصري مقابل السعر. اكيد في اخر الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك من دايما كل جديد. ولو عندك اي اعتراض او شايف اي حاجه تخليك ما تشتريش الريلمي 11 برو او تمنعك انك تشتري الموبايل ده، يا ريت تنزل تحت الفيديو في كومنت وتكتب لي. وكالعاده انتظرني فيديو جديد. سلام.